دكتور، في البداية حابين نعرف عن ما هي أهم المشاكل التي يمكن يعني نتعرض لها في فصل الشتاء. حقيقة الأنف والأذن طبعا وفصل الشتاء دول يعني زي ما بيقولوا كده في ارتباط وثيق بينهم. نعم. الأنف والأذن هي عبارة عن زي ما بنقول كده احنا تخصصنا عبارة عن أنف وأذن وحنجرة. نعم. أول حاجة فيهم الأنف، والأنف دي هي مدخل الهواء. صحيح. والهواء ده بما يحمله سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء، سواء كان هواء سخن أو هواء بارد. فصل الشتاء اللي احنا بنتكلم عليه النهارده وده موضوع حلقتنا النهارده الحقيقه، الانف والاذن ليها باع وليها يعني زي ما بيقولوا كده تدخل الفصل الشتاء الانف والاذن بمشاكلها تبتدي تظهر. صحيح. فلما ابتدينا نقول اهم مشاكل الانف والاذن في فصل الشتاء، طبعا كلنا نقول برد والانفلونزا، لكن هو السؤال يعني ايه برد ويعني ايه انفلونزا؟ ناس كتير جدا يقول لك انا عندي برد وناس تقول لك انا عندي انفلونزا. ايه الفرق بينهم؟ نبتديها. البرد حضرتك هو ان تخرج الصبح وتبقى انت خارج من دفى وتتعرض لبرد، تتعرض لهواء، يبتدي تغير درجة الحرارة واستقبال الجسم لتغير درجة الحرارة، سواء كان هذا التغير الهواء اللي داخل لجوه الأنف للصدر أو جسمك وفرق درجة الحرارة ما بين جوه البيت وبره البيت. نعم. ده البرد اللي احنا بنقوله اللي جاني برد، وده الحقيقة ليه أعراضه واسبابه زي ما احنا قلنا فرق درجه الحراره وليه علاجه. طيب ايه الانفلونزا؟ انفلونزا، كلمه انفلونزا دي يعني فيروس انفلونزا. عشان كده انا دايما اما احب نتكلم في برنامج طبي زي ما بنقول ان احنا عايزين نوصل معلومه، لازم المعلومه دي تبقى صحيحه، عشان احنا بنغير المفاهيم الطبيه الخاطئه زي ما بيقولوا ونحولها لمفاهيم صح. فلما انا اقول جالي برد يبقى انا عارف ان انا صحيت الصبح مثلا، خرجت شغلي، تعرضت للبرد، ابتديت مناخيري ترشح شويه، يبقى عندي عطس، شويه سخونيه، شويه التهاب في الحلق. على فكره هو ده نفس الاعراض تقريبا بتاعه الانفلونزا. صح. نعم. لكن كلمه الانفلونزا ده معناها ايه؟ معناها ان انا اصبت بفيروس الانفلونزا، الفيروس نفسه اسمه كده انفلونزا. كويس كده؟ نعم. والفيروس ده بايخ جدا. بايخ ليه؟ بايخ لان هو بيحصل له حاجه اسمها ميوتيشن. يعني الفيروس ده بيتغير كل شويه. هو عارف، عامل زي انت بتجري ورا واحد وبيحاول كل شويه يغير مكانه عشان ما تعرفوش. صحيح. وهي دي المشكله. عشان كده في نقطه مهمه جدا عايز اقولها، ان مفيش حاجه اسمها تعالى اديك فيروس الانفلونزا. الكلام ده طبيا غلط. ليه؟ المضاد يعني؟ لا ايوه مضاد للانفلونزا اللي احنا بنسميه تعالى اديك ايه. مش انت بتسمع كتير ان احنا واحنا داخلين على فصل الشتاء يقول لك تعالى اديك الفيروس المصل بتاع الانفلونزا عشان لا تصاب. صح. لا الكلام ده طبيا غير مظبوط. ليه؟ لان فيروس الانفلونزا ده فيروس متغير. بتاع الشتاء ده غير بتاع الشتاء اللي جاي. دي اول نقطه نقدر نقول عليها من مشاكل. طيب ايه الفرق بين البرد والانفلونزا؟ البرد زي ما انا قلت درجه حراره بسيطه 38 37 ونص، رشح من الانف، انسداد في الانف، مخاط في الحلق، شويه زي ما قلت سخونيه، همدان في الجسم وتعب. هذا اللي هو البرد. ده البرد العادي زي ما احنا قلنا. جميل. طب ايه الانفلونزا بقى؟ الانفلونزا بقى نفس البرد بالظبط، ولكن بشده قدها 10 مرات. يعني بدل ما تبقى السخونيه مثلا 37 ونص 38 توصل ل 39 ونص و40. صحيح. بدل ما يبقى فيه شويه ارهاق بسيط يبقى فيه تعب شديد جدا، ما يقدرش الواحد يتحرك، مغص شديد، الام في كل حته في الجسم، ترجيع، قيء. يعني عايز اقول الفرق ما بين الاثنين فرق كبير. طب الفرق اكتر حاجه بقى ممكن نشخص بيها الانفلونزا ان احنا بناخد طبعا عينه كويس او مسحه او زي اي حاجه ونحلل هذه المخاط ويطلع فيه فيروس الانفلونزا. كده نقدر نعرف الاثنين. عشان كده برضو مفيش حاجه اسمها انا عندك التهاب فيروسي في حلقك، عرفت ازاي ان هو فيروسي؟ وبدون ما يحلل بدون ما تحلل. صحيح. عندك التهاب فيروسي مش عرفت ازاي ان هو فيروسي؟ صحيح. تمام كده؟ فدي نقطه مهمه جدا. ممتاز.